ليش احنا البحرين نحب مهرجان التمور بالحساء، وشنو الاشياء اللي لازم تعرفونها قبل ما تجون هني؟ اول شيء سمعوا شنو نرحبون فيكم. شرفتونا ونورتونا، حياكم الله. شرفتونا حياك. التذكرة ب7 ريال وموجود بالكيو ار كود عند الدخلة، واذا عندكم اشخاص ما يقدرون يمشون وايد هم يدزوهم على الويل ترى عندهم تذكرة ب20 دينار اذا تبون بارك في اي بي ويشيلون اغراضكم. هاي شاي ليمون حساوي لذيذ لازم تجون عندنا. بس اولا ايش رايكم بهالممشى الحلو؟ لا بهالممشى بتلاقون تمور معلقة وانتم قاعد تمشون بالمهرجان. المهرجان يسوونه في قلعة أمانة الإحساء التراثية، مكانه وايد حلو. ومو بس يركزون على التمر، يركزون حتى على مشتقات التمور، يعني يسوون مثلا عصاير، معلبات، حلويات. هم أساسا بادين من 2014. ليش؟ عشان يدعمون المزارع المحلية. إذا شنو صار الحين؟ صاروا الناس كلها تي تتعامل وياهم، وصاروا هم يشتغلون مع الأسواق اللي برا المملكة بعد ما شاء الله عليهم، ويركزون على مشتقات التمور، يسوون منها عصاير، معلبات وحلويات. تلاحظون حتى يمكن وايد تجار يجون هني يختارون منهم على حسب الباكجينج اللي يبونه، ويتعاونون مع مصانعهم ويبونه عندنا حتى في البحرين. وخصوصا تمورهم وايد حلوه، يعني انا كواحده ما افهم بالتمر وايد استانس على الانواع اللي عندهم هناك. ابي احد مره ثانيه يجي معاي عشان اعرف اختار صح. كان ها الحين دوري انا اقول لكم عندهم وايد مطاعم هناك مشاركه، مسوين قعدات وايد حلوه، وفي كل مكان في قعدات. والمطاعم المشاركه هني جايه من جميع انحاء المملكه، حتى رفيجنا شويطر موجود هني. يا اهلا وسهلا، حياكم الله. تفضلوا. يا مرحبا يا مسهلا. يعني تلومونا بهالحسا اذا نمشي ونسمع هالحكي الحلو والتكب على الموجوده. فانا يعجبني انهم مركزين وايد على التراث والثقافه، ومركزين على الاكل اللي هم كل من ابدع ودخل التمر فيه. اقول شوفوا يركزون على التراث. ترى المهرجان موجود من 2014 يسوونه سنويا، واخر يوم حق المهرجان لتاريخ 14 فبراير. يفتحون يوميا من الساعة 4 للساعة 11، الويكند ل 11 ونص كذي. والمكان ترى مو وايد عود، بس حلو الاكتيفيتيز حق اليهال الموجودة هني، فتستانسون. انت ايش رايكم فيه؟